صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء عندكم. أزول الدوش على شعري، دوك اللي كيبقاو يقولوا لي مشعكه في اليوتيوب والتخربيق، قابلين غير التخربيق الخاوي. باغيين نتوما غير صحابات الفلتر والبوتوكس والعمليات والنفيخ، ياك الماكياج والفلترات وداكشي. تسناوش داكشي من عندي. مشعكه وافتخر، موسطاشه وافتخر، وبقيمتي وبرايي. وهذا ما علينا، ما جايينش نتعاطاو في اليوتيوب، واللي قلب على المعاطيه حنا ماليها، ما عندنا مشكل. نطيحوا معاكم للقاع ونعاودوا نطلعوكم معانا. اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع في الحقيقه كنقول ديما كنأجلو، وهو الموضوع الاساسي اللي انا غنبقى نهضر فيه. علاش؟ بناء على تخصصي السابق وخدمتي السابقه في المغرب اللي هي التعليم. هاد الايامات نايضين الطباله والغياطه ديال الحكومه وديال المخزن. كينوهو قال لك ان وزاره التعليم الدوله المغربيه صافي غادي تبدا تعتبر الانجليزيه، اللغه الانجليزيه هي اللغه الثانيه مكان الفرنسيه. مزيانه، خطوه مزيانه، ما فيها بالعكس. الناس طالبوا بها من شحال هادي، وكون المغرب بقى مستعمره فرنسيه بشكل متخلف يستفيدوا منه طبيعه الحال البيادق ديال فرنسا، اللي هما الناس اللي كيحكموا ودايرين البيزنس ديال فرنسا، حاضين ليها مصالحها ومشاركين معاها وكيتقاسموا معاها الربح، والشعب جالس كياكل العسل. وبليس كو سا داك الشعب مسكين هما مدوخين وهو دايخ. سالوا من الخوف، جابوا ليه الدين، سال الدين، جابوا ليه الجزائر، سالت الجزائر. كل مره اش كيجيبوا ليه باش يسكتوه او باش يرهبوه او باش يطمعوه الى اخره، لدرجه ان هذا الشعب ما كينوضش يطالب بالزاميه التعليم الاولي. التعليم الاولي هو اهم من اي لغه تم تبنيها في التعليم. يعني نديروا لونجلي مثلا، حنا درنا لونجلي، ولكن انت ما عندكش تعليم اولي. فين كيتبنى هذاك التلميذ اللي غيقرا لونجلي في الابتدائي وغيقراها في الاعدادي وفي الثانوي، او يقرا العلوم؟ كيتبنى في الحضانه، كيتبنى من سن 3 سنوات. كاينه الحضانه راه كتبدا من 2 راه شيخ قل من 2 كاع. الا جينا نفصلوا في سنوات الحضانه راه 18، راه ابتداء من 18 شهر. هذاك الحضانه اللي هي هذوك الرضاع انا خدمت مع جميع هاد الاعمار، من هذوك الرضاع الى 19 عام الى الباك، ودوك اللي معودين الباك. اذا كاع جميع الفئات العمريه. وما كنهضرش من فراغ، ماشي فقط التعليم. انا تكويني الاساسي هو تكوين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلوم التربيه بطبيعه الحال. ودرت عام ديال التكوين، واخا داك العام النايح ما كتكون فيه ما كتزمر فيه، ولكن على الاقل انا من اشنو نقولوا من الدفعات اللي قراو سنه في التكوين في التعليم. قريت في مركز تكوين المعلمين في تطوان، تخرجت منه في 1990. على الاقل كانوا عندنا علوم اساتذه بعدا في مستوى قرونا الجانب النظري ودرنا التطبيق على علة داك العام قصير، لان التكوين في الابتدائي قديما يعني في سنوات 80 و 70 كان على 2 سنين. كان التكوين في الابتدائي في المغرب بحال سي بي ار، بحال مراكز توجيه سميتهم المراكز الجهويه. كان باش تخرج استاذ الاعدادي كتقرا 2 سنين، باش تخرج استاذ ديال الثانوي كتقرا 3 سنوات في المراكز العليا للاساتذه لي ناس، وباش تخرج معلم ديال الابتدائي كتقرا 2 سنين
في مراكز تكوين المعلمين، وكانوا مراكز تكوين المعلمين والمراكز تكوين المعلمات. غير الرباط راه كان فيه مركز ديال المعلمين ومركز المعلمات. هذاك المركز المعلمات اللي سدوه اللي كان في شارع حي المحيط، ومركز تكوين المعلمين كان في العكاري، ومن بعد دمجوهم وردوهم معلمات ومعلمين. كانوا كيقراو سنتين فيها سنتين فيها قلنا النظري والتطبيقي، اذا فيها علوم التربيه، فيها كلهم يعني الديداكتيك كامل ديال المهنه، فيها الموسيقى، شويه الموسيقى، شويه الفنون، شويه المعارف، وحتى لهذيك الفتره اللي تكونت فيها انا في 90 في التكوين ما كانش كاع التركيز على كيفاش درس الدين ولا كيفاش درس داكشي داخل، خصوصا الا كنتي شعبه مزدوجه. صافي شعبه مزدوجه راه كتقري الفرنسيه والرياضيات في الابتدائي. اذا راكم كتعرفوا الصيروره ديال كيفاش تمت اسلامات المجتمع المغربي، كيفاش الحسن الثاني والبصري والداخليه والاجهزه الامنيه قرروا في الستينات، نهايه ماشي الستينات، تقول حتى من بعد الانقلاب الثاني، بعد الانقلاب ديال من بعد اوفقير والدليمي تقريبا في ديك نهايه ديال السبعينات، وصعود الثوره. هذاك الشيء ناجح، ديك الثوره الايرانيه ديال الخوانجيه ديال ايران. صافي تما فين قرر الحسن الثاني لمواجهه اليسار باش غيبدا. شوف الذكاء يعني الخبث هو ماشي ذكاء، حيت كون كان ذكي كنت الله في الشعب ديالو قراه وكونو. الخبث انه او اشنو دار ملي فتح المغرب الاخوان المسلمين، داروا شعبه ديال الدراسات الاسلاميه في الكليه. ديك شعبه الدراسات الاسلاميه حنا كنا كنقراو ديك الساعه الاجازه، انا كنت كنقرا اجازه في علم الاجتماع وما كانوا حدانا. اولا دخلوا ليها لان ديك الساعه تما بدات خونجه، دخلوا ليها بزاف ديال البوليس، دوك البوليس البرقاقه، امثال بن كيران واللي معاه، هادو اللي كونوا العداله والتنميه وداكشي. ثم كانوا كينجحوا بسهوله كل سنه، كانت الاوامر كتعطى باش ينجحوهم، وملي كينجحوا كانت مثلا شعبه الفلسفه واحد لقيتها سدوها عاودوا فتحوها. كانوا ملي كيتخرجوا طلبه ناخذوا الفلسفه مثلا حتى علم الاجتماع في الكليه، اما المعهد راه سدوه شحال هادي، شدوه في السبعينات ديال المعهد السوسيولوجيا. كانوا اولا كتعطى الاوامر باش ينجحوا كل سنه، لان كلشي كانوا بوليس اللي في هذوك سميتو. وفي لا ليسونس ملي كيجيو ياخذوا لا ليسونس كينجحوا بسهوله، يعني ما كيعكسوش معاهم واش يعطيوهم. كانوا تيعطيهم خدمه مدنيه، حيت ديك الساعه كان متخرج من بالاجازه في المغرب كيفرح ملي كتعيط ليه الدوله خدمه مدنيه هي سنتين كيتخلصوا فيها. وغالبا هادوك الخريجين، دوك المجازين اللي كيديروا خدمه مدنيه، هادوك كيدمجوا في سلك الوظيفه العموميه. قليل منهم اللي تيمشي للتعليم، كان غير لا بغى. هذيك شعبه الدراسات الاسلاميه شنو دارت الدوله؟ كيسهلوا لهم باش ياخذوا. عرفتي كي كانوا بحال الغربان، شتي داك الغربان كثارين في ديك الشعبه ومعمرين داك مدرج الادريسي ومدرج ابن خلدون، وكيتساروا بدوك اللباس الافغاني. واول مره كتشوف الكليه عامره بداك الوسخ ديال اللباس اللي ما مغربي ما والو، ما عصري ما والو. كتشوف داك الوسخ، دوك الحايه ودوك الفاقه ديال الافغان. وداك الخطير من هادشي شنو هو؟ وانهم كانوا كيعينوهم في التعليم. كلهم تصور واحد ولا وحده مخرج باجازه في الدراسات الاسلاميه في تجديد الوضوء ودم الحيض والنفاس والنكاح، وكيعطيوه يقري العربيه، الفرنسي، المواد كلها مواد تفتح. تخيلوا حتى مواد علميه حكا ما حكا تيقولوا للبنك الدولي حنا عندنا خصاص، وتيعطوهم لي بوست في التعليم. فهمتوا باش كيبروا هذوك المناصب الماليه ديالهم، رغم انهم ما كيحملوش اجازه في الماده. واحد عنده اجازه الدراسات الاسلاميه يمشي يقري مثلا الفيزيك او السيونس او في علوم حياه الارض او الفرنسيه، تيبروها بالخصاص في الاطر التعليميه.
خونجوا القطاع كامل. او ميم طون كاينه عمليه ديال اعتقال الطلبه اللي كانوا في الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، طبيعتها اليساريين. ما كنظن الاتحاد الوطني لطلبه المغرب اوطيم اللي سطوا عليه الخوانجيه والحياه بتعاون مع البوليس والمخزن. كنهضر على اذا كانت واحد العمليه موازيه ديال الاعتقالات، ديال التضييق على الحريات، ديال التضييق في مجال الشغل والتوظيف. كتلقى شي واحد في اليسار الا خدا الاجازه ما كيخدمش، بزاف د الحوايج. وحتى تمت خونجه التعليم 100% من الابتدائي الى الثانوي. هانت الحياه كنهضروا عليهم تبين فيه تريكه الحياه ديال المسلمين وما وقفش ليا، رغم انني انا اللي خصني ندوز. دير لي بيدوها زعما تو سمحوا لي. المهم اذا كيفاش هاد الدوله اللي اجهزت على هاد التعليم من السبعينات هي تجهز عليه، ونايدين كيضحكوا على الناس كيقولوا ما ندير لكم لونغلي. قال لك المغطي قال ليه العريان اش خاص، قال لي خصني خاتمه مولاي. هي هذه. وفين التعليم الاولي يا عباد الله؟ فين التعليم الاولي؟ ثم فين الحضانه؟ فين الماتيرنيل؟ فين الاطفال ديال عامين و3 سنين و4 سنين و5 سنين قبل ما يدخلوا المدرسه؟ فين التنميه ديال قدرات الطفل والملكات ديالو؟ فين التفتح؟ راه هذاك الطفل تما كيتحدوا. هانت حنا كنهضروا عليه. والله ما انا غنقلب كاع الكاميرا. شوفوا الشعوب اللي كتحترم. هانت شوف الماتيرنيل يوميا كي الشتا كي الربيع كي الصيف هما خارجين بالوليدات. ها هما اللي كنهضر عليهم. ها شتي الصدفه؟ هادو يوميا كيجيو مع المعلمات ديالهم الماتيرنيل. سي لا ماتيرنيل هو اللعب، هو التعليم، هو التكوين، هو يعني هو كل شيء. ما كنبغيش نصورهم لان هادو وليدات صغار. بونجور. ما كنبغيش نصورهم لانهما اطفال صغار. ما خصنيش هما تيكونوا منتبهين بزاف المعلمات لي زيدوكاتريس كيسميوهم هنا، باش ما تخصكش تقرب من الاطفال، ما تصورهم والو الا كنتي اجنبي. ها هما يوميا في البارك، يوميا في التفتح، يوميا فين هادشي؟ فين عندهم مساكن حتى في الجرادي، حتى في الاحياء ديالهم، هاد لي بارك العموميين حتى في الاحياء ديالهم فين كيخلصوا الضريبه على الماء والضوء وعلى كل شيء. اذا هاد الدوله كتضحك على الناس. كتبت في الفيسبوك اليوم بانني غادي ندير موضوع مثلا هاد وزير التعليم دابا، هاد وزير التعليم اللي كاين شكيب بن موسى، كلشي كيعرف انه كان وزير الداخليه. ملي كان وزير الداخليه كنت انا كنخدم كاستاذ معلمه العربيه كلغه ثانيه في مدرسه فرنسيه سميتها اندري شيني في الرباط، طبيعه الحال تابعه المدارس الفرنسيه اللي ما بقاش كتسمى البيعته. كانت كتسمى البيعته، دابا ما بقاوش كيتسموا البيعته في المغرب، كيتسماو لي زيكول دو لايف، مدارس الوكاله الفرنسيه للتعليم بالخارج في العالم، او المجموعه ديالهم اللي هي كتعتبر خاصه لوزوي، حيت عندهم هما الريزو لايف والريزو لوزوي. الفرق بيناتهم ان الريزو لايف كتكاسكي فيه وزاره ديال التعليم الفرنسيه واحد النسبه ديال الخلاص الاساتذه الفرنسيين اللي تيخدموا فيه، بينما لوزوي ممول 100% من الخلاص ديال الاباء. بحال دابا في المغرب راه اذا باش تخيلوا شحال كيخلصوا لي بارون في ليكول فرونسيز. ماتيرنيل 30 فوت هادو ديما الاصلاح. هنا في الصيف الناس كيصلحوا ديورهم، كيديروا لي رينوفاسيون. تخيلوا هذيك المدرسه اندري شيني اللي كنت كنخدم فيها. اذا
اذا نوريكم كاين التعليم الاولي ماتيرنيل، حيت في الخارج ما كيديروش لا بتيت سيكسيون. لا بتيت سيكسيون هي من 2 ل3 سنين، كيديروا غير لا موين سيكسيون 3 سنين ونص 4 سنين، باش كيمشيو لا غروند سيكسيون 5 سنين 6 سنين، من بعد منها تيمشيو للسي بي التحضيري. تخيلوا من الماتيرنيل ابتدائي ثانوي، الماتيرنيل تيخلصوا فيه الاباء اغلى. يمكن لكم تدخلوا السيت، اي حاجه تنقولها قلبوا عليها في السيت، دخلوا السيت ديال دي دي كارت اليوطي، دخلوا لايفو وشوفوا الاثمنه بشحال تيخلصوا الناس على ولادهم في الماتيرنيل في المغرب. سيهم شاكب بالموسى، راه كان حط ولدو كيقرا عندي سميتو فاضل، ومن بعد جات البنيته شحال كان كيخلص. تخيلوا على شاكله الوزير ديال التعليم الحالي. حشومه زعما. انا وصلت للخدمه. نكمل الموضوع في فيديو اخر. الى اللقاء، وما تنسوش ديروا سبسكرايب.